والكره كتنفذ. تحضير من جديد من الجهه اليمنى، عمليه ديال التنفيذ داخل منطقه الجزاء، تأطير الكره لمسات اليد ديال المدافع وضربه جزاء. ونشوفوا هنا اللمسه، سقوط على ارضيه الملعب. وضع الكره ديالو، رجع للخلف، كيتقدم اشرف حكيمي ويضيع الكره ديالو. صوبها بقوه، اعتلت العارضه الافقيه يعني بسنتيمتر. انطلاقه ديال تفاصيل هذه المقابله كانت فرصه للمنتخب الوطني المغربي. لاحظوا حكيمي مشى والخطا الامامي لتواجد امين حارث كيحافظ على الكره ديالو بالكعب. هنا تمريره في اتجاه عدلي، تمريره ما خرجتش الكره. المقابله ديالو الثاني الان، والمنتخب الوطني المغربي العطار هنا موفاتوس يصوب هذه الكره مدرجات الملعب لتشجيع المنتخب الوطني المغربي. كره ملعوبه اماميه على مستوى الخط الامامي. هنا البحث عن الانسيال، تمريره داخل منطقه الجزاء، فرصه قليل من الحظ كان بامكانه ان يوضع الكره كاول هدف. لاحظوا الامكانيه بهذا الشكل، تموضع في الخط الامامي. لاحظوا نبيل الخنوس، فرصه ديال التمريره الجانبيه وفي اخر ما كره في اتجاه اشرف حكيمي، الاستفاده من هذه الكره مباشره الى خارج عن طريق حكيم زياش كيرفع كره داخل منطقه الجزاء، البحث عن نصير. الانطلاقه من زياش تصويبه، هدف اول للمنتخب الوطني المغربي. هدف بشكل ممتاز، هدف بشكل رائع، انطلاقه ممتازه، احسن بدايه في مشوار مؤهل كاس العالم. تصويبه لا توسط ولا ترد بشكل بهذه الطريقه، تهزيم الحارس كويسيكوا. لاحظوا يعني من نصف الملعب بواحد معنويات كبيره وبثقه في النفس، صوب الصويبه مباشره صوب المرمى. غلطت الحارس لقوتها، غلطت الحارس لبراعتها من حكيم، من زياش الذي يصوب، اللي قام بتمريرات اكثر. يا محاوله، فرصه لرفع هذه الكره داخل منطقه الجزاء، كره ممتازه، فرصه ديال هدف. نصيري رفع الكره بهذه الطريقه، وهنا هدف بيكملش المتابعه ديال الكره، وبالتالي لاحظوا مشى الحارس وكتشي حكيم زياش ينفذ، يرفع هذه الكره داخل منطقه الجزاء. في اخر مطاف تعود لتكون مغربيه ممتازه من حارث المراوغه داخل منطقه الجزاء، بحث عن التصويب، عن تمرير بشكل جيد. لاحظوا حارث بالطريقه والاسلوب. حكيمي اشرف، تمريره داخل منطقه الجزاء ولكن بعيده الكره، الذي يتسع لاكثر من 60,000 مشجع ومناصر. تم انشاؤه سنه 2000. اشرف حكيمي محاوله ديالو الوصول للكره الماضيه، كاين خطا، الكرات الثابته، الكرات البعيده عن المرمى. اشرف حكيمي يساعد تصويبه مباشره الى خارج. التدخل من اشرف حكيمي، ثم بونو يبعد الخطر في خط الوسط. كرة ملعوبة بشكل سريع من الجهة اليسرى، تمريرة جانبية، محاولة البحث عن حكيم زياش تمريرة ممتازة في اتجاه بلال الخنوس، دخول داخل منطقة الجزاء، محاولة، فرصة، وهدف للمنتخب الوطني المغربي. هدف للمنتخب الوطني المغربي، التموضع جيد على مستوى رقعة الملعب، وبالتالي كيجي هدف بهذا الشكل صراحة نصيري في المكان المناسب لإتمام الكرة الماضية. كرة جانبيه داخل منطقه الجزاء، اللاعبين ديال المنتخب التنزانيين يعني ما توقعوش الكره غتمشي بهذا الشكل، بهذه الطريقه هذه، ياتي هدف بهذا الشكل، بهذه الطريقه هذه. تغطيه دفاعيه لم تكن بالمره جيده من المنتخب التنزاني، ولكن كان تموضع مثالي لعناصر المنتخب الوطني المغربي، اللي جاء من خلال التمريره الاولى ديال حكيم زياش، ثم التمريره التاليه ديال اللاعب بلال الخنوس. ولاحظوا المكان تواجد ديال اللاعب اللي هو نصيري في المكان المناسب، اللي كمل الكره بهذا الشكل صوب المرمى. اذا جوج ديال الاهداف مقابل زياش كيمر، زياش كيقوم مراوغه، تمريره داخل منطقه الجزاء، كترجع عن زياش، فرصه ديال الهدف الثالث، تصويبه لا تزال مستمره ديال العمليه الراسيه، وكره الهدف، فرصه للمنتخب الوطني المغربي اللي كان قريب من وضع الكره في الهدف الثالث. ونشوفوا القرار ديال بعد ذلك استمرت عدلي البحث عن راسيه من خلال تألق